اي حد بيكون حابب يبدا في عالم الجيمنج اول حاجه بيفكر فيها هو الجهاز اللي هيلعب عليه. وحاليا على الساحه في 3 اجهزه الناس دايما بتتخانق ما بينهم، وهما البلاي ستيشن 5، الاكس بوكس السيريس اكس، والبي سي الهاي اند. بس المشكله مش من الناس المحترفين اللي عارفين هم محتاجين ايه بالظبط، لكن المشكله الحقيقيه بتكون مع المستخدم العادي اللي ما عندوش خبره، وخصوصا لو حد كبير عايز يجيب جهاز منهم لاولاده علشان يتبسطوا بيه، وفي نفس الوقت يكون عندهم فرصه انهم يلعبوا مع بعض بدل ما يتخانقوا على الجهاز. فاللي بيحصل انه بيلاقي اختيارات كتير وفي الاغلب بيتوه ما بينهم وما بيعرفش يختار ايه، وانهي جهاز هو اللي هيكون مناسب للاستخدام اللي هو عاوزه. في الحلقه دي هنتكلم على كل التفاصيل اللي تخص اجهزه الكونسولز، وهنعمل مقارنه من حيث الهاردوير، كنترولرز، السوفت وير، وخدمات اشتراك الالعاب، وهنوضح مميزات وعيوب كل جهاز فيهم. بس قبل ما تنسى استاذنك تعمل لايك دلوقتي حالا، ولو انت لسه جديد في القناه بالمره اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس علشان يوصلك حلقاتنا الجديده. انا خالد جاد ويلا بينا. السلام عليكم، خلينا ندخل في الموضوع على طول ونبدا بالهاردوير الخاص بالبلاي ستيشن 5، واللي بيجي ب3 اصدارات: بلاي ستيشن 5 الاصلي والسليم والبرو. بس نسخه البرو لسه مش متاحه حاليا في السوق، لكن هيتم اصداره يوم 7 نوفمبر الجاي. والفروقات ما بين ال3 اصدارات ما نقدرش نقول عليها فروقات عنيفه الا في نسخه البرو. ونبدا باكتر حاجه مختلفه في ال3 نسخ وهي الاستورج، واللي بتيجي بمساحه 800 جيجا في النسخه الاصليه من بلاي ستيشن 5، و1 تيرا في السليم، و2 تيرا في البرو. والثلاثه طبعا ممكن برضه تزود لهم مساحه خارجيه. ونروح بقى للاختلافات الجوهريه اكتر، ونبدا بالبرو، واللي بيجي بوحده معالجه الرسوميات الجديد الاقوى من بلاي ستيشن 5 العادي والسليم بنسبه 76%، وكمان الرامات بتاعته اسرع بنسبه 28%، والري تريسنج افضل بمرتين ل3 مرات من البلاي ستيشن الاوريجينال. والحاجه اللي فعلا هتخلي نسخه البرو افضل وهي البلاي ستيشن سبكترال سوبر ريزوليوشن، واللي بتخلي الالعاب تشتغل بدقه 8K او قريبه منها شويه من خلال الذكاء الاصطناعي اللي بيعمل اب سكيل لل 4K اللي موجود بيه معظم الالعاب. والتقنيه دي بترفع جوده الصوره جدا وتقربها لل 8K، والميزه دي طبعا مش موجوده في النسخه الاوريجينال او السليم، واللي اخرهم يشغلوا العاب بجوده ال 4K بس. والبلاي ستيشن برو هيتم اصداره بنسخه واحده بس حاليا، وهي النسخه الديجيتال، ودي النسخه اللي بتيجي بدون قارئ للسي دي. وطبعا علشان تنزل عليه العاب لازم تنزلها اونلاين من البلاي ستيشن ستور، لكن برضه ممكن تحوله فيما بعد لنسخه فيها قارئ للسي دي تقريبا بتكلفه $80. ونفس الخاصيه دي برضه موجوده في النسخه الديجيتال للجهاز العادي والسليم. واللي بيميز النسخه السليم من النسخه العاديه هو ان وزنه اخف وحجمه اصغر، بس الفرق في الاسعار ما بين الاجهزه ممكن يكون قريب ما عدا في النسخه البرو، لان متوقع يجي بسعر $700، وناس كتير شايفه انه سعر مبالغ فيه جدا. والسعر ده برضه على عكس نسخه السليم اللي النسخه الديجيتال بتاعته بتيجي بسعر $450 بس، والنسخه اللي بتدعم السي دي بتيجي بسعر $500. ومن سوني والبلاي ستيشن لمايكروسوفت والاكس بوكس. والجهاز ده برضه بيجي بنسختين، نسخة الاكس بوكس سيريس اكس والاكس بوكس سيريس اس. والفرق الرئيسي ما بينهم ان نسخة سيريس اكس بتشغل السيديات وعندها قدرة انها تشغل العاب بجودة 4K، لكن سيريس اس ما فيهاش قارئ سيديات، وبالنسبة لجودة تشغيل الالعاب هي 2K بس. اما بالنسبة للاستورج فالجهاز بيجي بهارد مساحة 800 جيجا، والمساحة دي برضو ممكن تزودها باستخدام هارد خارجي. ويجي بقى ثالث منافس معانا في الصوره وهو الهاي اند بي سي او الجيمنج بي سي. بالنسبه للبي سي فما بيكونش عندك اي ليميتيشن زي الاكس بوكس والبلاي ستيشن في جزئيه تشغيل الالعاب، عايز تنزل العاب اونلاين شغال، عايز تستخدم السي ديات برضه شغال. اما بالنسبه للاستورج في البي سي فهي ما فيهاش اي ليميتيشن من اي نوع، واغلب الاجهزه دلوقتي بتبدا من 1 تيرا وممكن توصل معاك لحد 64 تيرا، ولو عايز تزود ممكن تزود. نسيبنا بقى من الهاردوير والكلام الكبير ده ونروح للكنترولرز والدلع كله. ونبدا بالكنترولر بتاع اكس بوكس سيريس اكس، واللي بيعتبر امتن واقوى وبيتحمل فترات لعبه اطول. والكنترولر بيجي بتصميم بسيط جدا، وبيشتغل ببطاريات دبل اي قابله للتغيير، وبيجي ببورد تايب سي لو انت بتستخدم بطاريات دبل اي برضه قابله للشحن. وطبعا بيكون فيه منفذ 3.5 عشان لو عايز توصل سماعه بشكل مباشر على الكنترولر. لكن البساطه في التصميم دي واحده من اكتر العيوب اللي موجوده فيه، لان الكنترولر ما فيهوش اي تكنولوجيا جديده بالمقارنه بالمنافسين، واللي بيخلي التجربه الى حد ما بهتانه ومش ممتعه. وعلى عكس بقى الكنترولر بتاع الاكس بوكس، الكنترولر بتاع بلاي ستيشن 5 في حته تانية خالص، واللي بيجي بتصميم متميز جدا ومريح جدا في مسكه ايدك. والبطاريه الداخليه بتاعته بتقعد معاك لحد 2.5 ساعات استخدام متواصل. وبيجي بمدخل تايب سي للشحن ومخرج صوت، وكمان ميكروفون بيلت ان جوه الكنترولر علشان لو عايز تستخدمه في الجيم تشاتنج.
وكمان الكنترولر بيجي بتاتش باد واللي من خلالها بتقدر تتحكم في بعض الوظائف في الالعاب، وبتكون برضو مفيده لو عايز تصفح او بتكتب حاجه على الجهاز. لكن من اهم المميزات اللي بتيجي في الكنترولر بتاع البلاي ستيشن 5 هو الادابتيف تريجرز، واللي بتخلي زراير الار2 والال2 بتتفاعل مع اللعبه بشكل واقعي جدا. يعني مثلا لو بتلعب لعبه شوتينج وجيت تدوس على زرار ار2 هتحس ان الزرار نفسه فيه مقاومه، ودي صراحه حاجه جامده جدا وبتحسن جدا جدا من تجربه اللعب. ومن مميزات برضه البلاي ستيشن 5 انك مش شرط تلعب بالكنترولر، لكن ممكن تستخدم البلاي ستيشن في ار 2 واللي بتديك تجربه قويه جدا جدا في العاب زي هورايزون، كول اوف ذا ماونتن، وستار وورز تيلز فروم ذا جالاكسيز ايدج، وريزيدنت ايفل 4 وغيرها كتير من الالعاب اللي بتدعم الفيرتشوال رياليتي. اما بقى بالنسبه للبي سي فجزئيه الكنترولرز مميزه جدا، وخصوصا في العاب الشوتينج، لانه بيديك تحكم اعلى باستخدام الماوس والكيبورد على عكس الكنترولرز بتاعت اجهزه الكونسولز. لكن برضه عندك حريه انك تشتغل عليه بالكنترولرز بتاعت الكونسولز وتلعب بيها بشكل طبيعي جدا، وده بيدي قوه كبيره جدا للبي سي. لكن للاسف اكسسوارز زي الفي ار مش متاحه حاليا لاجهزه البي سي على عكس البلاي ستيشن 5. بس برضه في ميزه انك ممكن تركب عليه سيميوليشن ستيرنج ويل، واللي بتديك تجربه متميزه جدا لالعاب سباق السيارات والقياده بشكل عام. ونيجي بقى للنقطة المحببة إلى قلبي وهي السوفت وير، وهنلاقي إن الإكس بوكس بيستخدم نظام قريب جدا في الشكل من ويندوز 8، والسوفت وير ده عليه خلاف كبير قوي، ناس عاجبها شكله وناس تانية بتقول إن شكله قديم ولا يرقى إنه يكون انترفيس لجيمنج كونسول. والسوفت وير بتاع جهاز الإكس بوكس هو عبارة عن قوايم مليانة مربعات أو تايلز، واللي ممكن تتحكم في ترتيبهم وتغير خلفياتهم براحتك. والشاشة الرئيسية في الجهاز بيعرض لك الألعاب اللي عندك وخدمات الجيم باس، وبرضه بيدعم خدمات الستريمينج زي نتفليكس ويوتيوب وديزني بلس، ومنصات عربيه برضه زي شاهد واو اس ان بلس، وكمان هتلاقي فيه منصات موسيقى زي سبوتيفاي. لكن النظام بشكل عام ممكن يكون محتاج حبه تحسينات لانه مش سلس زي المنافسين، واقصد طبعا المنافسين زي البلاي ستيشن 5 اللي على الناحيه الثانيه قدم قفزه نوعيه في السوفت وير مقارنه بالبلاي ستيشنز اللي قبله. والقوائم بتاعته بسيطة وعصرية أكتر، وبتركز على الألعاب اللي أنت منزلها على الجهاز مع وجود صور أكتر من النصوص. والشاشة الرئيسية متقسمة لقسمين، واحد للألعاب وواحد لخدمات الميديا والستريمينج، وبرضه بيدعم نفس خدمات الستريمينج اللي بيدعمها الإكس بوكس. لكن المشكلة الوحيدة في النظام هي إنه ساعات بيكون بطيء شوية في الاستجابة، لكنه كشكل عام عصري اكتر بكتير من الاكس بوكس. اما بقى بالنسبه للبي سي فطبعا مش بيقدم نفس تجربه الاستخدام السهله اللي هتلاقيها في اجهزه الكونسول، لانه بيجي بنظام تشغيل ويندوز، وعلشان تلعب عليه هتحتاج يكون عندك القدر الكافي من المعرفه لاستخدامه، ولازم تكون عارف ازاي تعمل انستول للبرامج والالعاب. وطبعا لازم تاخد بالك ان البي سي مش خالي من مشاكل، لان ممكن في اي وقت ينزل لك عليه فيروس، او حتى يجي لك عليه تحديث مفاجئ للويندوز، او يجي لك مشكله في تعريفات الكروت او ما شابه من مشاكل البي سي. لكن لو ليك معرفه باستخدام البي سي كل الكلام ده هتعامل معاه بشكل طبيعي جدا. ولكن طبعا اللي بيميز البي سي ونظام الويندوز هو انك تقدر تعمل عليه حاجات تانية كتير جدا غير الالعاب، زي مثلا انك تقدر تصفح الانترنت بشكل اسهل، وتقدر تشغل كل منصات الاستريمينج والمالتي ميديا، واكيد تقدر طبعا تشغل كل البرامج. فاستخدامه مش هيكون محصور بس للالعاب، لكن تقدر تستفيد بيه بشكل كامل. واكتر جزء اكيد انت كنت مستنيه طول الفيديو وهي الالعاب والحصريات لكل جهاز. ولو بصينا للبلاي ستيشن 5 هنلاقيه بيقدم مزيج ممتاز ما بين الحصريات وكمان جوده عاليه جدا للالعاب الثيرد بيرسون. والمميز هنا ان سوني بتركز بشكل كبير على القصه والجرافيكس والجيم بلاي في حصرياتها، زي مثلا جاد اوف وور، هورايزون، وسبايدر مان، وبتلاقي دايما تقييمات عاليه جدا لالعابهم الحصريه. لكن خد بالك ان معظم الالعاب بلاي ستيشن 5 وخصوصا الحصريات بتاعتهم بتكون العاب سنجل بلاير، فالجهاز ده هيبقى مناسب جدا لو انت بتحب الالعاب الفرديه. بس ده ما يمنعش برضه ان في العاب مالتي بلاير زي ساك بوي ا بيج ادفنتشر وتاكواري وجران توريزمو 7. اما بقى بالنسبه للاكس بوكس سيريس اكس فمشكلته الاساسيه هي قله الحصريات بالمقارنه بالبلاي ستيشن، لكن حصرياتها برضه بتبقى قويه جدا زي سلسله العاب فورزا وهالو وجيرز 5. وبعيدا بقى عن الالعاب الحصريه فالاكس بوكس بيميزوا العاب المالتي بلاير ووضع السبليت سكرين زي هالو انفينيت، جيرز 5، ماينكرافت، روكيت ليج، وكول اوف ديوتي مودرن وورفير. وطبعا بقى ايا كان اكس بوكس ولا بلاي ستيشن فهم الاثنين بيدعموا العاب المالتي بلاير المعروفه زي العاب اف سي 24 وفورتنايت والتكس 2. لكن زي ما قلنا ان الاكس بوكس افضل من ناحيه المالتي بلاير لانه بيقدم حصريات لوكال مالتي بلاير اكتر من بلاي ستيشن 5. وطبعا ما فيش حاجه اسمها حصريات للبي سي، لكن هو بيجي له معظم الالعاب اللي بتيجي على الكونسولز ما عدا طبعا الالعاب الحصريه للبلاي ستيشن 5. واللي بيميز البي سي عن الكونسولز انك ممكن تنزل عليه الالعاب القديمه والكلاسيكس، وكمان اللي ساعات ممكن ما بتبقاش نازله على اجهزه الكونسول.
وطبعا ممكن تلعب عليه سنجل بلاير او مالتي بلاير بحريه اكتر بسبب مكتبه الالعاب الكبيره اللي موجوده عليه. ولو لسه لحد دلوقتي معرفتش تختار انهي كونسول فيهم، فاشتراكات المنصات بتاعه الاجهزه هي اللي ممكن تخليك تحسم الموضوع ده. لان لو جينا اتكلمنا على البلاي ستيشن 5 فهنلاقي ان في 3 فئات للاشتراكات. الفئه الاولى هي بلاي ستيشن بلس، واللي بتسمح لك انك تلعب اونلاين وبتديك 3 العاب جديده كل شهر، وسعر الاشتراك ده $10 في الشهر. والفئه الثانيه وهي البلاي ستيشن بلس اكسترا، واللي بتديك مكتبه العاب ضخمه تقريبا حوالي 300 لعبه، واللي برضه بتتجدد وبتضاف لها العاب شهريه، وسعر الاشتراك حوالي $15 في الشهر. الفئه الثالثه بقى وهي فئه البلس بريميوم، واللي بتديك كل مزايا الفئتين ومعاهم العاب الكلاسيكس وحصريات البلاي ستيشن 1 والبلاي ستيشن 2 والبلاي ستيشن 3 والبي اس بي، وكمان بتديك اوبشنز انك ممكن تجرب الالعاب قبل ما تشتريها. وسعر الاشتراك هنا حوالي $18 في الشهر. اما منصه الجيم باس بتاعت الاكس بوكس فهي الافضل ما بين كل الخدمات، لانه بيقدم لك مكتبه ضخمه فيها اكتر من 100 لعبه، ولكن كلهم العاب بريميوم، ومزايا كتير طبعا زي الحصريات اللي بتنزل من اول يوم على الجيم باس. والباقات بتبدا من اول $10 في الشهر، ودي باقه الكور. والباقه دي اول ما نزلت كان بالفعل تديك 25 لعبه، لكن حاليا وصلت لحوالي 45 لعبه، ولسه بتضيف لها العاب بشكل مستمر. وطبعا زي باقات البلاي ستيشن بلس فدي كمان بتديك اكسس انك تلعب اونلاين، والباقه دي تعتبر ارخصهم لانك تقدر تشتري الاشتراك السنوي من على امازون ب $60 بس. والباقه الثانيه وهي باقه الستاندرد، واللي بتديك اكتر من 350 لعبه وسعرها $15 في الشهر، وبتديك نفس مزايا باقه الكور، لكن اغلب ال 350 لعبه دول بتكون العاب قديمه الى حد ما، مش اصدار السنه. اما الباقه الثالثه والاخيره وهي باقه الجيم باس التيميت، ودي بتكون ب $20 في الشهر، وطبعا فيها كل مزايا الباقات اللي فاتت، بالاضافه الى ان كل حصريات اكس بوكس بتنزل عليها من اول يوم، وكمان بتديك اكسس على مكتبه العاب اي بلاي واي العاب لشركه اكتيفيجن بليزرد الحاليه والمستقبليه، زي مثلا سلسله العاب كول اوف ديوتي وديابلو. ونروح بقى للبي سي، وعليه طبعا نفس منصه الجيم باس اللي موجوده على الاكس بوكس سيريس اكس، وبنفس الاسعار الاشتراكات اللي موجوده عليه، لكن كمان ممكن تشترك عليه على منصات اضافيه زي منصه ستيم، واللي بتديك عدد العاب كبير جدا، وكمان بيميزها ان بيجي عليها الالعاب دي خصومات كبيره كل فتره. من الواضح كده ان البي سي بيديك مميزات كتير جدا، وفي نفس الوقت حريه اكبر بكتير من اجهزه الكونسولز. لكن هل معنى كده ان اجهزه البي سي افضل من اجهزه الكونسولز بكل حاجه؟ لا مش شرط، وده لان البي سي هو اعلى سعر فيهم، وده طبعا علشان توصل لنفس جوده الاداء والجرافيكس اللي بيقدموا اجهزه الكونسول. واسعار اجهزه البي سي في المتوسط بتكون في حدود $1800، وده طبعا يعتبر سعر غالي جدا بالنسبه للبلاي ستيشن 5 واللي بيجي سعره $560، ما بالك بقى بالاكس بوكس سيريس اكس واللي يجي سعره $480 بس. فالخلاصه لو عندك بي سي قوي مش محتاج تشتري اكس بوكس سيريز اكس نهائي، لان كل العابه موجوده على البي سي، والاختيار بالنسبه لك هيكون ما بين انك تكمل على البي سي او انك تشتري بلاي ستيشن 5. لكن لو مفيش بي سي وعايز تجيب جهاز العاب اساسي، فالاختيار ما بين البلاي ستيشن 5 او الاكس بوكس سيريز اكس هيكون اختيار موفق جدا بالنسبه لك، مع طبعا ملاحظه ان الاكس بوكس غالبا بيكون ارخص، وخدمات الجيم باس بتكون تكلفتها اقل من البلاي ستيشن. وفي النهايه كل جهاز ليه مميزاته وليه عيوبه، والاختيار ما بين الثلاثه هيعتمد على الالعاب اللي انت بتحب تلعبها وعلى الخدمات اللي تهمك. وبس كده، ده كل حاجه معانا في حلقه النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل بلايك وشير الحلقه دي مع اصحابك علشان يستفادوا هم كمان، واكتب لنا في الكومنتات ايه افضل جهاز بالنسبه لك من وجهه نظرك. واشوفك الحلقه الجايه. سلام.